السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وعلى راسي من فوق. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم أمة محمد أجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير إن شاء الله. دي إنتاج الفقاسة بتاعتنا النهاردة، الله أكبر. موجود فيهم فراخ هندي، الهندي تبعي. أما الفيومي وبلد الهجين دول بتوع الست اللي بتجيب عندي بيض وبطلعه لها وببيعه لها. فللأسف النهاردة الكتكوت تجارية عامل 5 جنيه. يعني النهاردة الكتكوت تجارية عامل 5 جنيه، أنا بفرخه ب4، فهي مستفاده جنيه في الكتكوت. فانا هرن عليها اقول لها تعالوا خديهم ربيهم، انت اولى بيهم، عشان خساره ان انا ابيعهم لها بالثمن ده. فانا هتصل عليها، رضيت انها تسيبهم كان بها، يعني هاخدهم برضو منها بحاجه كويسه برضو ان هي ما تخسرش فيهم. قالت لي هاخدهم اربيهم، تاخدهم تربيهم في البيت عندها، بس حرام ان انا اخدهم منها بالثمن ده، لان فعلا انا سالت النهارده في المعامل الكتكوت الفيومي او البلد الهجين تجاريه النهارده 5 جنيه. فحرام ان انا اخده منها واخسرها فيه. انا ممكن اخده منها ب7، يعني انا هاخده منها، اعتبر ان هاخده منها ب7، بس حرام برضو، يعني هي مش مستفاده حاجه، طالع لها 3 جنيه في الكتكوت، حرام برضو. فهي اما تربيه في بيتها احسن لها. فانا هعرض عليها الوضع، وهي حره، حره الراي، يعني هي حره التصرف. هتقول او هتقول لا، هي يعني ايه، صاحبه الشأن، ماليش فيه وما اقدرش ان انا احكم عليه. فزي ما انتم شايفين حضراتكم، ده الانتاج اللي خارج معانا النهارده اهوت، ده القشور بتاعه البيضه اهيت. فهي طالع عندها برضو فرزه كتير، يعني طالع عندها فاضي كتير، فحرام ان انا اظلمها. فانا هقول لها طالع لك كام كتكوت، وهي تيجي تاخد الحاجه بتاعتها، هتسيبهم تسيبهم، هتاخدهم هي حره. لو عندها حد تاني تقدر تديله الكتكوت زي ما هي عايزه، برضو دي حاجه ترجع لها هي، انا ماليش يد فيها. فربنا يبارك لها يا رب ان شاء الله فيها، ويبارك في اللي طلع لنا ان شاء الله. ربنا يبارك ليا ولكم ولأمة محمد اجمعين يا رب، اللهم امين. ربنا يبارك للجميع.